على الحلوه والمره معاه. دي عقيدتنا كعشاق للنادي الاهلي، وجمهورنا في بيان على المعلم يثبت انه دائما وابدا الظهر والسند الحقيقي لشعار النادي ونسره الذي يحلق عاليا. نتكلم في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم. مين بقى الفارس اللي كانت كلمته هي السر في اقناع طرق بالرحيل بشرط جزائي 3 شهور بعد ما ياخد 5 و6 اللي هو نهايه عقده، ياخد 3 شهور ويرحل على بعد لقاء القمه او بنهايه الموسم. الموسم اللي كان مؤلم وموجع لنا كلنا كاهلاويه. الوكيل السوري فراس هو ما اقنع الدنماركي بالرحيل، وانصاع له يسترب اللي كان مبلط في الخط وعاوز ياخد ما يتخطى من 5 مليون يورو. ومن وجهه نظري ان الراجل ده هو اسوأ من قام بتدريب الاهلي في التاريخ. دفاعيا استقبلنا 24 جول، اتغلبنا من بيراميدز رايح جاي ب5 اهداف 2 و3 5 دون ان نحرز اي هدف في الماتشين. مالناش دعوه، مالناش دعوه. مباراه القمه بكره بين الاهلي والزمالك نظريا على ارض الواقع الزمالك افوق، مركز، اكثر تنظيما وحماسا، وعلى بعد خطوه واحده فقط من التتويج. يعني تسال اي حد يقول لك الزمالك هيكسب هيكسب، ولكن التاريخ بيقول الاهلي عمره ما خسر الديربي وهو اقل فنيا من الزمالك، وفي جميع المواجهات المماثله الاهلي كان بيفوز، واسالوا التاريخ. مالناش دعوه، مالناش دعوه. شكل تشكيل الاهلي بكره ان شاء الله من وجهه نظري طبعا: محمد الشناوي لحراسه المرمى، اسد يا شناوي الحمد لله على سلامتك، كوكا، ياسين مرعي، هادي رياض، احمد عيد، ده خط الدفاع، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، وامام عاشور في وسط الملعب، حسين الشحات وتريزيجيه ومحمد شريف في خط الهجوم. بالتوفيق للنادي الاهلي، نتمنى الصوره تتغير والبدايه الحقيقيه تكون بكره. كلام في الكوره كان معاكم حاتم احمد، لايك وشير، استنوني هاجي لكم.